ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن المدارس وتقديمات المدارس، وازاي او ايه الحاجات اللي نعتمد عليها في اختيار المدرسة، والانترفيو او المقابلة اللي بتتعمل مع الطفل والاهل هتكون ازاي. اول حاجة هكلمكم عنها الموضوع الانترفيو اللي بيحصل ده، لان دي كانت من الحاجات اللي بتخلي واحد متوتر شوية. في مدارس بتعمل انترفيو بيبقى شديد قوي وجامد قوي على طفل لسه عنده 4 سنين مثلا، لسه بتقدمي في كي جي 1 يعني. وفي مدارس بتبقى اختباراتها لا معقولة يعني. انا بفضل ان الطفل مبدئيا يكون في حضانة قبل المدرسة، ده بيساعد كتير جدا ان هو يتأقلم مع المدرسة بسهولة اكتر. المدارس بتعمل الانترفيو ده علشان يشوفوا قدرات الطفل العقلية والحركية، يعني بيتحرك طبيعي ولا لأ، لما حد بيكلمه بيبصله ولا لأ، بيسمع كويس، يعني بيطمنوا على كل الحاجات دي. منتبه ولا لأ، بيتكلم كويس ولا لأ. ممكن يكون ساعات بيبقى في بعض الأطفال عندهم لسه بيتكلموا زي البيبيهات شوية، دي ما فيهاش مشكلة، لكن يبقى منتبه، يعني بيعرف مثلا يركب مكعبات في بعضها ولا لأ. الحاجات دي كلها بياخدوا بالهم منها، ان هو يعني طفل طبيعي صحته كويسة، ما عندوش مشاكل نفسية، ما عندوش مشاكل يعني عضوية او كده. دي حاجة. بيحتاجوا ان هو يكون، لو بتقدمي طبعا في مدرسة انترناشونال او يعني لغات او كده، بيحتاجوا ان هو يكون عارف الارقام من 1 ل10، يكون عارف الالوان، الخضار والفاكهة، يبقى عارف ده ايه وده ايه، اسمه واسم باباه، ساكن فين، بيحب يلعب بايه، ان دي كورة، ان ده كرسي، يعني الحاجات، يبقى طفل منتبه يعني واعي كده، ده ايه وده ايه، والحاجات دي كلها يكون عارفها. برضو بموضوع المكعبات ده، احيانا بيدوه مكعبات يركبوها في بعضها، او يدوله قلم يلون. طبعا مش لازم يكون مسكة القلم مظبوطة، بس فكرة ان هو يعرف يتحكم في انه يمسك حاجة في ايده، يمسك قلم يلون. كل ده بيحصل في الانترفيو. بيقعدوا يتكلموا معاه كلام عام جدا، بس غالبا بيكلموه بالانجلش، فعشان كده بقول يفضل ان احنا يا اما نبقى مذاكرين له شوية قبلها، يا اما يكون هو موجود في حضانة اصلا. ده لو في حالة ان احنا بنختار مدرسة لغات او انترناشونال وكده. بالنسبة للانترفيو اللي بيكون مع الاهل، الاب والام، بيقعدوا معاكوا بيشوفوا طبيعة شغلكوا، طبيعة حياتكوا عاملة ازاي، بتعاقبوا الولد ازاي او الطفل يعني عموما بتعاقبوه ازاي، بتصيفوا فين، بتعملوا ايه في الويك اند، بتخرجوا فين يعني، طريقة تعاملك مع ابنك عموما في حياتكم، تتفهمي اكتر ولا بتضربيه اكتر ولا كده. بتقولك ايه المميزات اللي انت شايفاها في الطفل بتاعك، ايه العيوب اللي فيه، نفسك تشوفيه ايه، او هو متخيلة ان هو هيكون ايه لما يكبر. حاجات زي كده، كلام برضو دردشة عامة. احيانا في مدارس بتطلب ان الانترفيو معاكي انت والاب يكون كله بالانجلش، ده في حالة انك مدخلة يعني برضو مدارس لغات او مدرسة انترناشونال. او وطبعا المدارس بقى في انترناشونال امريكان وبريتش، وفي فرنش، وفي دويتش او الماني. ودول هيبقوا غالبا محتاجين تتكلمي باللغة اللي انت رايحة تقدمي بيها. نيجي بقى للجزء بتاع ازاي نختار المدرسة اصلا. طبعا اكيد هتكون انت مقررة ايه نوع التعليم اللي انت عايزة تعلميه للطفل. مدارس عربي عادي، ولا مدارس انترناشونال. الانترناشونال زي ما قلت في امريكان، بريتش، فرنش، دويتش، وطبعا في بعد كده المدارس الازهري. انتي بتختاري انتي عايزة تمشي في اي اتجاه،
وبتعرفي الفرق بين كل نظام وانتي حابة ايه ومستقبله يمشي ازاي ان شاء الله يعني. كل الحاجات دي بتكوني مقررة انت عايزة ايه من الاول. بعد كده بتبتدي تسألي في المدارس اللي في نطاق المنطقة اللي انت ساكنة فيها. بتدوري على قد طبعا امكانياتك المادية، لان المدارس بقت غالية جدا، فبتدوري على مدرسة تكون كويسة، سمعتها كويسة. ما بتسألي بقى ما بين، بتسمعي من صحابك جيرانك، بتدوري على النت. تكون سمعتها كويسة ومصاريفها تقدري عليها، ولازم تكوني عارفة هتدبري مصاريف المدارس كل سنة ازاي، لان هي غالبا بتبقى على 3 اقساط وفي مدارس على 4. يعني في الحدود دي بتدفعي 4 اقساط او 3 اقساط خلال السنة. تبقي عارفة المعلومة دي. تبقي عارفة طبعا هتدبري الفلوس ازاي كل سنة، الزيادة السنوية اللي بتزيد كل سنة قد ايه، علشان تعرفي انه في خلال الكام سنة الجايين انا هدفع رقم قد كده تقريبا يعني. دي من الحاجات المهمة. بعد كده وسيلة المواصلات بتاعة المدرسة، هل هنمشيها ولا هوديه بالعربية ولا في باص، ولا برضو ابقى مقررة الحاجات دي. إدارة المدرسة، هل هم منضبطين ولا المدرسة يعني سايبة، ولا يعني في مدارس كده بتدخليها بتحسي لا في رولز قوية او يعني قواعد كده للمدرسة ملتزمين بيها جدا وعليك ان انتي تلتزمي بيها. برضو وسيلة التواصل مع المدرسة، هتواصل معاهم ازاي اثناء السنة الدراسية. يعني لا قدر الله حصل حاجة وعايزة اروح اخد ابني دلوقتي، هكلمهم في تليفون ولا هبعت لهم ميل ولا هنزل اروح لهم دايركت، ولا عندي مشكلة مع مدرسة، حد عمل حاجة لابني ضايقته. يعني لازم يكون في وسيلة تواصل ابقى عارفاها وواضحة بالنسبة لي مع المدرسة. كمان وسائل الامن والامان، هل البوابات بتاعة المدرسة عليها افراد امن واقفين موجودين طول اليوم، في كاميرات ولا لأ، في اسعافات اولية، في طفايات حريق، في دكتور في المدرسة ولا لأ، بحيث لا قدر الله طفل سخن بطنه وجعته بعد الشر وقعت خبط، يكون في دكتور تلحق وتعمل اسعافات لحد يعني الامور تستقر، او لو حاجة لا قدر الله كبيرة بيتصلوا بيكي تروحي. النظافة، ووسائل بقى الحاجات اللي بنستخدمها في النظافه، في مناديل ولا لا في الكلاس. عاده بيبقى في الفصل يعني عاده بيعملوا لك جوله كده في المدرسه. لما بتقدمي بتشوفي يعني برضو بيبقى ليكي نظره في مناديل ولا لا، في الجل بتاع الايدين، في صابون ولا لا، التواليتات نظيفه ولا لا، الدادات بتاعه اللي بتكون موجوده في التواليت بتتعامل ازاي مع الولاد. كل الحاجات دي تكوني عارفاها. الفصل فيه كم طفل، في واجبات بياخدوها ولا لأ، الامتحانات بتبقى كل قد ايه ونظامها ايه. في نشاطات في المدرسة، يعني نشاط رياضي، نشاط ثقافي، حاجات فنية موجودة ولا لأ. في حد يعرف يتعامل زي أخصائية اجتماعية أو حاجة زي كده مع لا قدر الله مشاكل نفسية تحصل للولاد، يعني لا قدر الله أي ظرف يحصل في حياة الطفل في الأسرة عنده. هل هتعرف حد يدعم معاكي يساعد ان الامور تستقر مع الطفل ولا لا، يعني اخصائيه اجتماعيه او حاجه زي كده. وفي بعض المدارس بيبقى عندهم دكاتره نفسيين متخصصين للتعامل مع الاطفال. سياسه المدرسه، ماشيين يعني منضبطين، ليهم اتجاهات معينة. كل الحاجات دي بتسألي عنها وبتعرفي، وانتي بيبقى ليكي نظرة جوه المدرسة وبتدوري وتاخدي معلومات من قرايبك، صحابك، جيرانك، النت. هي دي المعلومات اللي عندي اللي حبيت اشارككم بيها من خلال خبرتي البسيطة وانا بقدم في المدارس من 2 سنين، فحبيت اشارككم بيها. ولو اي ام فيكم عندها اي معلومة تقدر تفيدنا بيها، حاجة تزود على اللي انا قلته،
يا ريت تسيبلنا في الكومنتات علشان كلنا نشوف المعلومة دي ونستفاد منها. ولو عندكم اي اسئلة في الموضوع ده او في اي حاجة تانية، اي اقتراحات لفيديوهات تانية، سيبوها لي في التعليقات وان شاء الله نتواصل دايما. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وربنا يوفق ولادنا كلهم يا رب، ونشوفهم يا رب في احسن مكانة ونفرح بيهم دايما. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جاية قريب. مع السلامة.